المصري القديم كان بيعتقد إن الموت مش النهاية، الموت هو بداية لرحلة مرعبة، رحلة محدش يقدر يهرب منها. أول ما الروح بتخرج من الجسم بتبدأ الحقيقة تبان، وفي وسط الظلام بيظهر أنوبيس إله الموت وحارس العالم السفلي. المصري القديم كان مؤمن إن أنوبيس بنفسه هو اللي بيقود الأرواح بعد الموت، ولو روحك مذنبة مفيش مهرب. الأرواح كانت بتسير في طريق طويل، صحراء سودة مرعبة مليانة خوف وصمت، لا أحياء هنا، فقط أرواح تائهة تنتظر مصيرها المحتوم. لكن الرحلة لسه في بدايتها. قدام الروح كانت بتقف قدام 12 باب، كل بوابة ليها حارس، وحوش مستعدة تمزق أي روح تفشل في العبور. وكان لازم تعرف الكلمات السرية اللي تعدي بيها من الأبواب، وإلا النهاية هتكون مرعبة. وفي النهاية بتوصل الأرواح إلى المحكمة الأخيرة، محكمة أوزوريس إله العالم الآخر عند المصري القديم. وهنا مفيش كذب، مفيش هروب، مفيش نفاق، الحقيقة وبس هي اللي هتحدد مصيرك. أخطر لحظة في الرحلة كلها بتبدأ لما بياخدوا قلب الإنسان ويحطوه في كفة وريشة العدالة في الكفة التانية. لو كان قلبك مليان بالشر هيكون أتقل من الريشة، وعندها هيبدأ رعبك الحقيقي. وفي الظلام كانت بتقف أميت، الوحش الأسطوري المرعب، راس تمساح وجسم أسد. مهمة واحدة، التهام أرواح المذنبين، من يسقط هنا يختفي للأبد. أما الأرواح الطاهرة فكان مستنيها عالم تاني تماما، جنات ذهبية ونهر خالد وحياة أبدية مليانة بالسلام. وده كان تخيل المصري القديم لرحلته بعد الموت. والمثير للرعب إن ده ما كانش مجرد أسطورة، دي كانت حقيقة بيستعدوا ليها طول حياته. وهل أنت مستعد للنهاية ولا لأ؟